السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل فطار شعبي حلو قوي. هنعمل العجة المصرية بتاعت زمان، طعمها جميل جدا ما يختلفش عليها اتنين والكل بيحبها. وهنعمل معاها بتنجان مخلل، وكمان هنعمل شتيتة وحاجات كده تفتح النفس. يلا بينا نشوف عملنا ايه. بس الاول لو مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف عملنا ايه. اول حاجه هنعمل البتنجان المخلل. نعمل حاجه اللي احنا نخللها بقى ونركنها كده عشان خاطر يكون طعمها حلو. جبنا البتنجان الاسمر دوت او اسمه البتنجان العروس، ونبدا نقطع بقى العنق بتاعه ده من فوق ونخرمه بس حاجه بسيطه قوي كده بالسكينه، ما نفتحوش خالص عشان خاطر قلبه ما ينشفش. بعد ما نقليه لما نيجي نخلله نكمل بقى الفتحه بتاعته، خرم بسيط قوي بالسكينه كده بس عشان خاطر يستوي وعشان ما ينشفش، لكن لو فتحناه كله هيتقلي من جوه كده وهيبقى ناشف. دلوقتي بقى حطيت الزيت سخن على النار، وبعد كده نزلت بالبتنجان اقلبه بقى. اول ما الاقيه بقى طري كده معايا، طبعا معليش النار على الاخر عشان خاطر ما يتحرقش وهو لسه جامد. وطبعا ما بياخدش سوا قوي، بس ما اختارش البتنجانه رفيعه قوي قوي عشان ما تكونش ناشفه، اخليها برده مليانه شويه كده يكون فيها لحم. اطلع بقى اللي الاقيها طريه كده اطلعها على طول. شلت كله وبعد كده احمر الباقي كده. خلاص خلصت البتنجان. دلوقتي بقى معايا بطاطس كده مقطعاها مكعبات كده مش صغيره قوي، دي هحمرها عشان خاطر هعمل بيها حاجه تانية. وكمان هحمر شطه، بس بحمر البتنجان الاول عشان خاطر الزيت ما يكونش غمق. بحمرها ورا البتنجان ده عادي، هو دوت ما بيغمقش الزيت، لكن لو البتنجان الرومي التاني الزيت بيغمق بعديه، يبقى المفروض احمر البطاطس الاول. دلوقتي خلاص خلصت البطاطس. طبعا دي بطاطس تحمير فما غمقهاش قوي، لونها بيكون ذهبي كده بتكون استوت، بتكون خدت وقتها على ما لونها بيكون كده. دلوقتي بقى احمر الفلفل. هعمل بقى خلطة البتنجان. جبت كده ده التوم معايا، عليه فلفل احمر او هريسة شطة كده معلقتين كبار، حطيت عليهم معلقة كبيرة كده فلفل اسود ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، واحط معلقة صغيرة كمون ومعلقه صغيره ملح، او على حسب التوم اللي عندك، لو مش عليه ملح التوم دون عليه ملح. دلوقتي بقى هنزل بحوالي ربع كوبايه خل وليمونه او اتنين كده كبار اعصرهم على الدقه دي. عصرت ليمونه كبيره وربع كوبايه خل. اقلب بقى الدقه دي كويس كده واحط في البتنجان، ويفضل يكون لسه سخن، ما سيبوش لما يبرد وهو سخن كده. اشوف بقى الفتحه اللي انا كنت خرمها بس كده دي فين، اكملها واحط فيها على طول من الخلطه دي كده. بقى قلبه طري وابيض زي ما هو، ما نشفش ولا حاجه، لكن لو مفتوح القلب بتاعه بينشف كده. خلاص اخلص البتنجان كله والفلفل كمان، اركنه بقى واحطه في التلاجة عشان يشرب كده من الخلطة. ودلوقتي هعمل بقى العجة. جبت حوالي 5 6 بصلات كبار قطعتهم ناعم، حطيتهم في طاسة على النار كده مع شوية زيت، واقلب فيهم لحد ما يحمروا كويس. طبعا كل ما بكتر البصل على عجة البيض دي بتكون حلوة، البصل هو اللي بيخليها حلو. حطيت عليه بقى ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. طبعا البهارات دي بتديله طعم حلو قوي وريحة حلوة كمان وهو بيتحمر. ولازم اغمق البصلايه جامد، كل ما احمرها كويس واغمقها جامد بتدي طعم حلو في قلب عجة البيض دي. اكتر البصل اهم حاجه، بتخليها مسكره وحلوه قوي. حطيت كمان عليها بعد ما البصل محمر بقى، بس قبل ما يغمق قوي، حطيت عليه معلقه توم كده. ده توم كده عليه فلفل احمر، انا لسه عاملاه مخزناه، ولسه عندي بتاع السنه اللي فاتت كمان زي ما هو ابيض وزي ما هو. دلوقتي قلبت البصل لحد ما احمر خالص، ونزلت عليه بكوبايه صغيره كده رز مغسول، رز عادي مصري غسلته، ونزلت عليه قلبته شويه كده مع البصل، وبعد كده زودته ميه واسيبه بقى يستوي. طبعا لازم اكتر الميه فيه عشان خاطر بعد ما يستوي لازم يكون فيه شويه سوائل كده ما يكونش ناشف. دلوقتي بقى لما الرز يستوي بتاع العجه، هعمل حبه كفته داوود باشا كده. كان عندي حبه صغيرين كده في التلاجة، حوالي ربع كيلو بس لحمه مفرومه. هحمرها كده في الزيت، اسويها كده على النار، الزيت يكون سخن قوي، وبعدين احطها فيه على نار بتكون متوسطه مش نار عاليه قوي، واقلبها بقى لحد ما تحمر. طبعا هي ما بتاخدش سوا خالص معانا، لحمه مفرومه بتستوي بسرعه. اقلب فيها لحد ما احمرها كويس. هنقلها بقى على العين التانية عشان خاطر اشوف الرز بتاع العجة. نقلتها على عين تانية وجبت الرز بتاع العجة كده اشوفه استوى ولا ايه. كده خلاص استوى كويس. طبعا لازم يكون فيه شوية شوربة كده، ما يكونش ناشف خالص. كنت مقطعة بقى فلفل كده احمر واخضر، او لو عندك فلفل الوان كام واحدة كده قطعيهم كده صغير وحطيتهم على الرز،
وقطعت كمان حوالي 3 ربط كده خضره مشكله. كل ما بتكتري عليه الخضره بيكون طعمه حلو. حوالي كوبايه كبيره كده متقطعه. قلبتها بقى على الرز واسيبه يبرد كده. انا طافيه النار، اسيبه لحد ما يبرد بقى عشان خاطر احط عليه البيض، لان طبعا ما ينفعش احط البيض وهو سخن كده عشان ما يستويش فيه. قلبته بقى وسبته يبرد. دلوقتي جبت الكفته كده خلاص احمرت، هطلعها. هشيل شويه من الزيت ده عشان ما احطش فيه كله. ودلوقتي هعمل بقى خلطه كده تكون حلوه قوي في الكفته. دي طماطميتين كده، على بصلايه صغيره، على كام فص توم، على قرنين شطه. قطعت كله كده حتت صغيره او تبشريهم بالمبشره، وحطيت عليهم معلقه كبيره كده توم مهروس، واسيبهم يستوي في معلقتين زيت كده واسيبهم يستوي. ديت الخلطه دي اسمها، احنا بنقول عليها شطيطه، طعمها حلو قوي، بنعملها جنب الاكل، تحط مع الكفته مع اي حاجه بتكون طعمها حلو قوي. وزودت عليها كمان قرن شطه كمان، تكون طبعا حاره، بتكون طعمها حلو قوي. لو الفلفل او الشطه اللي انت حطاها مش حاره، زودي عليها شطه حمراء بودره، يعني شطه حمراء تكون بودره تكون حاره. وزودت بقى عليها تاني فلفل اسود وكمون وملح. كده خلاص سبتها استوت، تتسبك كلها مع بعضها تستوي كويس. وبعدين هنزل فيها بالكفته. ممكن تخليها لوحديها كده من غير اي حاجه، مش شرط تحطي فيها كفته، لوحدها كده زي السلطه جنب اي اكل بتكون حلوه قوي. دلوقتي بقى هعمل البيض بتاع العجه، حوالي 8 بيضات كده او 10 بيضات زي ما انت عايزه تحطي عليها بقى. كل ما تكتري عليها بيضه هتكون احسن، بس طبعا مش اقل من 5-6 بيضات. اقلبهم بقى على الرز ده. لو انت شايفه ان الرز اللي عملتيه كتير شيلي منه شويه، شيلي شويه اركنيهم، يبقى اعمليهم بعدين وحطي البيض على شويه منهم، عشان يكون البيض فيه كتير كده بيكون طعمها حلو. هي معروفه كده عجه البيض دي بتتعمل مش اقل من 10 بيضات. دلوقتي انا هعملها على النار، مش هحطها في الفرن، على النار بتكون احسن كمان، بتكون طريه كده وطعمها حلو قوي. حطيت حبه زيت كده في صينيه، وطبعا يفضل تكون الصينيه تيفال او جرانيت عشان خاطر ما تلزقش. وحطيت كمان معلقه صغيره بيكنج باودر على الرز دون بتاعي والبيض. بتحطيه الاخر خالص عشان خاطر ما تشتغلش بدري فيها، يعني ما تحطيهاش وهي سخنه. لما الرز يبرد وتقلبي عليه البيض تنزلي عليه بالبيكنج باودر. دلوقتي بقى الزيت بعد ما سخن، لازم الزيت يكون سخن جامد في الصينيه عشان خاطر اول ما انزل كده بالبيض دوت يعمل قرص كده معايا. اغطي عليه بقى واسيبه. اول ما الاقيه استوى كده من الحروف، واحمر، حروفه احمرت، يبقى كده القعر كمان احمر، وهتلاقي الوش بتاعه اتشمع كده. جبت غطا اكبر شويه من الصينيه، او تجيبي صينيه تانية اكبر مفروده، حطيت فيها تاني بعد ما قلبته في الغطا، حطيت تاني في الصينيه حبه زيت. وبعد الزيت برضو ما سخن كويس نزلت بقى تاني. تنزلي تاني بالبيض بقى معاكي في الزيت وهو سخن كده، وتغطيه تاني يستوي، وتسيبيه بقى على نار وسط تاني عشان خاطر يستوي من الناحيه التانية. كده بيكون حلو جدا وطري، احلى كتير ما بتحطيه في فرن البوتاجاز. ممكن برضو تحطيه في فرن البوتاجاز، بس حاولي تعلي الفرن وبعد ما يستوي تشغلي الشوايه عشان خاطر يكون طري ما ينشفش معاكي. دلوقتي بقى غرفت خلاص الكفته بالشطيطه، وحطيت عليها البطاطس اللي انا كنت محمراها. طبعا لو البطاطس بردت اديها تحميره تاني بسيطه كده، سخنيها. دلوقتي البيض كمان اتعملت طري جدا وطعمه حلو قوي. اهم حاجه تكتري فيها البصل وتكتري فيها البيض، وكمان تحمري البصل كويس، هيطلع طعمها حلو قوي مع البهارات والتوابل، هتكون جميله جدا. وبتتعمل على النار كده بتكون احسن، وبتكون طريه كمان اكتر ما بتتحط في الفرن. وكمان جنبه البتنجان المخلل كده كمان كفايه، مش محتاج اي حاجه تاني. اكله حلوه قوي ومغذيه كمان وقديمه بقى، وكل الناس بتحبها. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.